مساكين ما عندهم أحد، ولا أحد يبغاهم ولا أحد يجيهم. خالد عكش رحمه الله أحد الشباب الفنانين سابقا اللي هداه الله عز وجل، عطاني قاعدة، قال شوف أي مكان عصيت الله عز وجل فيه لازم تروح تذكر الله عز وجل فيه. فكنت أحاول الدخول إلى أحد الشاليهات ممنوع الدخول فيها، مطوع ممنوع. فاتصلت بذكرت الشباب الأولين، يعني ترى الشباب حتى وإن كان عنده معصية ترى فيه خير. كلمت واحد منهم، ها يا أبو الشباب، قال يا أخي حنا دخلناك أول ما ندخلك ذا الحين، تعال بس. طبعا ولله الحمد دخلت، ما دروا إلا أنا واصل عند المسرح، انهبل مدير الشاليه مطوع والشابك عندهم حفلة غنائية، حضور كثيف، اختلاط، بلاوي متلتلة، ومطوع جالس عند المسرح. قلت ميد المدير تكفى، أبي 10 دقائق قبل تبدأ الفرقة الغنائية والفنان موجود، قبل يبدأ ذا الفنان خلني أطلع المسرح. قال لا مستحيل، لا النظام ممنوع. يا أخي حرام عليك، تكفى عندي كلمة بقولها للناس، 10 دقائق. آخر شيء مشافني ملزم بيلعب علي، هين يمشي علي، قال لي إيش رأيك تجي بكرة؟ يا من الذين تبي تصرفني. قال تعال بكرة أجي نعطيك 3 ساعات. قلت قديمة. قلت ما في اليوم ما أروح إلا ب10 دقائق مني ومن آخر شيء. قال ما في لزقة ذا مطوع، خلني أعطيه 10 دقائق. طلعت المسرح وأخذت الميكروفون وبديت أتكلم مع الناس وأنا واقف متحمس، وعطيتهم أول قصة، ثاني قصة، ثالث قصة، انبسطوا العالم. ثم أعطيتهم قصة وقطعتها مع النص وقلت يا أخواني المعذرة وأخواتي أنا آسف، والله كنت ودي أطول وأكمل القصة ومحضر لكم أشياء ثانية، لكن الوقت انتهى، والمدير يقول انزل عشان الفرقة تبي تغني، وانتم جيتوا عشان الأغاني ما جيتوا عشاني، لذلك فمان الله. كمل كمل كمل. نعم. الناس تفاعلت كمل. قلت ايش؟ قالوا كمل. قلت تبون ولا تبون الفرقة؟ قالوا نبيك كمل، الناس فيها خير. فارتحت واستانست، سويت كذا. اطالع في الفنان وجهه راح اسود، طالع فيه كذا، تبوني ولا تبون الفنان؟ معلش. قال نبيك. قلت زين، مو بشغلي، الناس يبوني واستمر. طبعا ما دريت اني طولت عليهم، لكن يوم رجعت طبعا نزلت من المسرح والناس جالسين ومشيت واستغربت. ويوم رجعنا السكن عظامي توجعني، أسأل خوي اللي معي، قلت أنا وش فيني؟ رجولي توجعني تعورني. قال أنت من بعد العشاء إلى الساعة 1 وأنت واقف على المسرح. قلت لا. كم ساعة؟ فيلم هندي 3 ساعات 4 ساعات. يعني مع ذلك الناس فيها خير جالسة، وحتى يوم نزلت باقين جالسين، يعني كأنهم يقولون يعني يمكن يريح ويرجع مرة ثانية. طبعا الفرقة سرت. بعد فترة جيتهم، وللصدفة سبحان الله وهذا قدرا طبعا ولله الحمد، ان نفس الفنان اللي من الامارات نفسه كان موجود، ماني بذاكر اسمه. عاد واجد فنانين هم، يلا ضيعوا. فجيت عند المسرح، شافني، يوم شافني تأثر، درى اني بخرب عليه. قلت ميد المدير 10 دقائق. قال الله يرحم والديك. المهم اني وانا قال بس اطلب منك طلب. قلت تفضل. قال ما تعمل تصويت، يعني ما تقول للناس تبغوني ولا تبغون الفرقة، لا تحرجنا. قلت خلاص أبشر. تكلمت 10 دقائق والناس طالبوا باستمرار المحاضرة. قلت أنا جايب لي أشرطة معي بوزعها عليكم، اللي يبغى الأشرطة يلحقني عند السيارة. فنزلت من المسرح ومشيت كذا مسافة، والتفت والله الكراسي فاضية والعالم رجال ونساء كلهم وراي. اللي معي قلت روحوا افتحوا الشنطة ويلا جيبوا الأشرطة. وزعنا 7000 شريط، والناس يطلبون زيادة ويسألون وين المحاضرة ذي فيه، وين تباع فيه. إذن الناس فيها خير، واللي جرب لذة مجالس الذكر، لأن شوف ما حد يقبل الظلام بعد النور. احنا جالسين في الأنوار، لو طفت أنوار المجمع الآن أحد يجلس في الظلام؟ لو جاملتوا جلستوا شوي تملون تمشون. كذلك الإنسان بعد النور ما يقبل ظلام أبد. فاللي يتعود على هالمجالس الطيبة والله يصير يشتاق لها،
جرب بس الجلوس مع الصالحين، مجالس الذكر، اجلس في المجالس والمحاضرات وشوف كيف تتغير حياتك.